لقوافل تجار العرب اليوم تحضر في أرض كل العرب، في العراق وفي البصرة في التحديد. هل سيحتفلون اليوم على كورنيش خليج العرب؟ هذه كرة تنقل، عملية فتح الدفاع في انتظار الكرام وتسدد على مرمى السيد جعفر. هذه كرة تأتي الآن من المنذر العلوي، محاولة لمصلحة منتخب عمان. صلاح اليحيائي ينقل إلى منذر والكرة إلى خارج أرضية الملعب. تدخل من وليد الحيام وإنقاذ، وهذا ثاني اختراق من الجهة اليمنى، الجهة اليسرى للبحرين والجهة اليمنى لعمان. على حكم المباراة اعتبره على الكرة ولم يعد إلى الفار. الحكم الفار أحمد درويش أيضا من الإمارات، والمساعد عبد الله الشهري من السعودية. وهنا المحاولة الآن لمصلحة المنتخب البحريني، ركنية، النقبي يوقف اللعب. والحديث تشاهد في الضربات الركنية دائما هنالك تكتل على الملعب، بنفس الطريقة يفكر المنتخبين، لذلك تشاهد المنتخب العماني يدافع بهذه الطريقة. قبله منتخب البحرين، كرة تلعب الآن في منطقة الجزاء وإبراهيم ورأسية، ولكن الكرة اصطدت وخرجت. ضياء سعيد الذي تصل إليه الكرة الآن، والمحاولة لمصلحة المنتخب البحريني. أحمدان والميدان أحمدان من أشهر الأقوال العربية الخليجية. للميدان لمن سيبتسم، من سينتصر. عصام ولكن كرة مبعدة. العلوي ورأسية علي حرم. صلاح اليحيائي هل يحيي الآمال العمانية بهدف؟ محاولة مرة أخرى، هي الآن مصطدمة بتكتل دفاعي بحريني في الخطوط الخلفية وثبات في وسط الملعب وخطورة هجومية عن طريق عبد الله يوسف في الأمام. هذه البابليون والسومريون، وبالألواح البابلية المسمارية كتب عليها بلاد البحر، حضارة دلمون، وعرفها السومريون باسم أرض الفردوس وأرض الخلود. اليوم هم في موطن السومريون، اليوم هم في موطن البابليون، اليوم هم في مدينة عتبة بن غزوان، مدينة السيابة والفراهيدي، مدينة أبو الحسن البصري، ومدينة رابعة العدوية. هذه البصرة الجميلة التي فيها العشار وفيها أبي الخصيب، البصرة الرائعة التي يلعب فيها البحرين وعمان في المعقل، وفي ملعب يشير إلى ميناء المعقل برافعات السفن، ولأعرق الكرة العراقية تأسيس النادي الميناء يلعبون على هذا الملعب. من سيكون المنتصر؟ وبالفعل قرار كان شرعي وسليم. محاولة الآن البحرين نقلة وإلى خارج أرضية الملعب، نقلة وإلى خارج أرضية الملعب وشاقة. ويعلم الكرواتي بأن هذا البرتغالي لا ينسى الثأر أبدا، وثأره من العماني في كأس العرب لا ينساه. هذه محاولة الآن، هذا المرور، هذا التقدم، هذا اليحيائي. العلوي خطأ وادعاء وورقة صفراء ستخرج الآن. مطالبة بركلة جزاء، مطالبة بركلة جزاء، لكن هدوء عادل النقبي يسيطر على الواقع وعلى الحدث. وهنا مطالبة من العمانيين بوجود ركلة جزاء. وحكم المباراة إن كان لك حق عندي سيكون من الفار. وهنا التدخل، هل هنالك ضرب على العلوي؟ لا 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 لا، الأمر فيه خطأ والقرار شرعي من حكم المباراة، القرار شرعي. هنا كرة تلعب للعمانيين، تنقل إلى الأمام وفي منطقة الجزاء، والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. من 24 لمنتخب البحرين في بطولات كأس الخليج. كيف ستكون؟ إلى الآن الأمور متعادلة، إلى الآن تسرق الكرة، إلى الآن مرتدة لعمان، إلى الآن دخول منطقة الجزاء، إلى الآن عرقلة، إلى الآن لا شيء، والكرة اصطدت. جماهير عمان بصخب كبير في المدرج هنا غاضبة، وهنالك خطأ،
لولا أمين بن عدن. تستمر السهرة حتى الأشواط الإضافية. إليا سوزا يشاكل على العرضية، وهذا زاهر الأغبر الذي برأيي استعجل في العرضية التي وصلت إلى سيد محمد جعفر. لو كانت في الهواء لتمكن الصبحي عصام. وهنا الكرة لعمان. صلاح اليحيائي يحاول، صلاح يهيئ، حارب، الله! جميل اليحمدي يجعل عمان في أجمل ما يكون، ويصنع السفينة التي سيذهبون فيها إلى استاد جذع النخلة، وعمان تضرب البحرين في أعلى نقطة وفي أعلى جبل. أيها اليحيائي، وضرب جميل باليسرى، الله! أيها وباء في الزاوية الصعبة وفي المكان الصعب وفي مسكن الشيطان، وضعها لمحمد جعفر. لا سيد محمد جعفر ولا بيتر شمايكل ولا مانويل نوير ولا تيبو كورتوا ولا أي حارس في العالم قادر على رد هذه الكرة. لافة وقطر والسعودية والكويت واليمن وكل الذي حضر إلى البصرة. وهنا في المعقل رافعات السفن تأخذ رافعات أسرعة السفن تأخذ عمان إلى المباراة النهائية. النقبي يقول الوقت عندي، ملك لا يضيع. وهذا الإماراتي الذي أدار الانتظار، وهذه كرة حتى المباراة. الكل يتأنى، الكل ينتظر، الكل في مرحلة انتظار. وهذه كرة حتى الضربة الثانية. أرشد العلوي ضغط كبير، وصافرة النقبي تحضر الآن. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، مبروك.